رحلتنا النهاردة لجنوب شرق آسيا، وبالتحديد لدولة تايلاند. والرغم من أن عدد المسلمين فيها لا يتعدى 12%، لكن العادات والتقاليد الإسلامية متأثرة فيهم بشكل كبير، وأكيد رمضان هناك هيكون مختلف جدا. خليكم معانا وأهلا بيكم في تايلاند. بيستقبل التايلانديين رمضان كل سنة بعادة فريدة من نوعها، ومش موجودة في أي مكان في العالم، وهي افتتاح مسجد جديد كل سنة، حتى لو مسجد صغير في كل مدينة. وبيحرص مسلمين كل مدينة المشاركة في بناء المساجد وصرف النظر عن دور كل واحد فيهم. ومن العادات الجميلة في أول يوم في شهر رمضان هي الذبح احتفالا بالشهر الكريم. فالأسر الغنية بتقوم بذبح الخراف أو العجول وتوزيعها على الفقراء، وحتى الفقراء نفسهم بيذبحوا الطيور ويوزعوها على الناس الأكثر منهم فقرا. ومن الحاجات الجميلة جدا هي تكريم الناس اللي بتتم حفظ القرآن الكريم من السنة للسنة، وخصوصا الأطفال، وإنهم بيشيلوهم على الأكتاف وبيلفوا بيهم الشوارع عشان يشجعوا الأطفال التانيين على حفظ القرآن الكريم. ووقت الإفطار بيتم ضرب طبول ضخمة جدا بديلة لمدافع رمضان المنتشرة في العالم العربي، والشخص اللي بيضرب على الطبول دي بيكون اسمه بلال، نسبة للصحابي الجليل بلال بن رباح. وبتقوم الجمعيات والمؤسسات الخيرية في تايلاند على جمع التبرعات والمساعدات من المقتدرين ماديا لعمل وتنظيم موائد الإفطار الجماعي. وبيتم تزيين وإنارة المساجد والمدارس الإسلامية من الداخل والخارج، لدرجة إنها بتكون بمثابة مهرجان واحتفالية في جميع المساجد والمدارس ديت. فبتكتر دروس الدين ومجالس العلم جواهم طوال أيام شهر رمضان الكريم. وصلاة التراويح قدسية خاصة جدا، فمن الصعب إنك تلاقي مسجد في تايلاند فاضي وقت صلاتها، اللي في أغلب المساجد بتتصلى 20 ركعة، بيتقسموا ل10 ركعات، وبعد كده درس أو استراحة، وبعد كده بيكملوا ب10 ركعات تانيين. وبيتم توزيع الحلوى على المصلين أثناء صلاة التراويح في جميع المساجد. ومن عادات الإفطار في تايلاند خروج النساء للإفطار الجماعي أمام المنازل، وبيحرص الجميع على تبادل الأطباق والأطعمة الرمضانية، وبعد كده بتذهب النساء لصلاة التراويح في المساجد بشكل ملحوظ جدا. أغرب العادات في تايلاند إنه ممنوع على الزوج إنه ياكل أي طعام من إعداد زوجته، وإنما إن أي حد تاني يأكله. وبيعتبر مشروب جوز الهند هو أول حاجة بيفطر عليها مسلمين في تايلاند. أما أشهر الأكلات الرمضانية في تايلاند هو التوم يام، وهي عبارة عن كذا نوع شوربة حارة، وفي الغالب بتتعمل مع الجمبري. وبيهتم التايلانديين بأكل الفاكهة بشكل كبير جدا أثناء وبعد الفطار. ودي كانت أهم العادات الرمضانية في دولة تايلاند. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب لو أول مرة تشرفونا في القناة، واستنونا في حلقة جديدة، وشكرا.